بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وبصحة وبعافية، إن شاء الله أيامكم إن شاء الله تكون تغتولات بالليمون المنعش. اليوم عندنا وصفة بزاف سهلة وبنينة روعة، طبعًا للمبتدئات اللي زيي. طريقة التحضير والمكونات كلها بسيطة. وأحسن حاجة في الوصفة هذه اللي هي عجبتني إنها نقدروا نخبيو العجينة في الكونجيلاتور ونجبدوها وقت ما حبينا باش نستعملوها وتكون بنفس الجودة. وش عندنا في هاد الوصفة؟ عندنا 3 خطوات اللي هي العجينة والكريمة شانتيي والكريمة الليمون. نبداو بالعجينة. عندنا باتا زبدة 250 جرام، عندنا كيس خميرة وزن 10 جرام، عندنا بيضة وكاملة، وعندنا كاس سكر ناعم وكاس زيت ناقصين أصبع أصبع. الليمون هنا استعملوا أي مول تحبوا، أنا استعملت هادو النوعين. أما بالنسبة للفرينة فما عندناش كيل، يعني نحطو نشيحو برك بالفرينة على حساب واش نسحقوا، وأكيد قرصة الملح وما ننساوش قرصة الملح. بالنسبة لكريمة الليمون هنا الكيل على حساب قد ما حديروا أنتم الكعبات. أنا هنا درت حوالي 10 كعبات، حوالي 10 كعبات. عندنا فيهم عصير ليمون وماء. المواد هنا لازم يكونوا كلش قد بعضاه، يعني نص كاس عصير نص كاس ماء، مغرف نشا ومغرف سكر، وباتا فاني، باتا فلان فاني. المكسرات هنا ديروا واش تحبوا، أنا هنا درت كاوكاو فيلي. وال الفواكه المجففة درت المشماش. يعني هي أكتر حاجة تناسب هذا تناسب الذوق تاع الفاني. ديروا واش حبيتوا فيهم. وبالنسبة للكريمة الشانتيي عندنا نفس الكمية طبعًا تاع الحليب وتاع الشانتيي. نحطّوا الفلان فاني مع الشانتيي بحيث إنه الكيل تاع الشانتيي والفلان مع بعضاهم يكونوا نفس الكمية أو نفس الحجم مع الكاس تاع الحليب، اللي هُم أصلًا في 3 لازم يكونوا في الكونجيلاتور باردين. يعني بالفلان، بالحليب، بال بالشانتيي يكونوا في الكونجيلاتور باردين. هادو هُما المواد الكل اللي نحتاجوهم يعني في الوصفة كاملة. باه نبداو بالزبدة وقرصة الملح. حطيت الزبدة هنا في البيتخان ولا بيدك ولا بالباتور، المهم لازم يتضربوا مليح، ماشي يتضربوا مليح. أنا حطيت الزبدة والكاس تاع الزيت وقرصة الملح، نطلعهم بالبيتخان، ماشي نطلعهم يوليو بيض. إحنا نشوفوا في الزبدة صفرا، يعني تطلع تولي بيضة، ما نعرفوش إنها يعني تبان شونتيي. من شدة ما يعني طلعت نطلعوها مليح. دركا نزيدو الكاس تاع السكر الناعم والبيضة ونخلطوهم مليح قبل ما نزيدو الفرينة والخميرة. نحطو الكاس تاع السكر الناعم اللي ناقص أصبع. هنا بالنسبة للحلاوة خاطر ديجا حنزيدو نحطو حوايج حلوين اللي ما يحبش الحلاوة. أنا ما نحبش الحاجة تكون حلوة بزاف. نطلعو السكر والبيضة ومن بعد هنا حطيت الخميرة، الكيس تاع الخميرة كامل، وحطيت الفرينة ونبدأ نحط بالتدريج. لهنا العجينة لازم تكون طرية، كي نقولوا طرية ماشي طرية يعني تتلصق بصح طرية، يعني قد ما كانت طرية راح تجيه هشيشة العجينة. هنا أنا يعني حبست البيتخان ولا الباتيل اللي يكونوا نستعملوا به. أنا حطيت يعني المغرف الأولى برك باه تتخلط لي باه تتحرك ونكمل بيدي. هنا حتى كي تجيو تحركوها تحسوا إنه الزبدة ما كانش خفيفة. أني قاعدة نهز من الأسفل للأعلى ما نعجنهاش، يعني ما نعبّصش عليها بيدي، نحرك برك حتى تنشف، يعني العجينة تنشف، ونحط بالتدريج، يعني بالمغرف بشوية ونحط، نتحصل على هاد النتيجة. العجينة طرية كي نهزها في يدي ما تتلصقش بصح طرية. وتحصلت على هاد الكمية، نسيت قداه مكعبة تخرج لي. تقريبًا تكون حوالي 45 كعبة، 45 كعبة. أنا درت هادو بالنسبة ل45 كعبة لهادو الكعبات الوزن تاعها 27 جرام، يعني الحجم تاعها يكون هاك. هذه الكعبة
ها هي الوزن نتاعها يكون هاك باش تجي قد، يعني كي نخبيوها في الكونجيلاتور ونعاودو نجبدوها مكيلين الحبات. هنا حنطلعوا الشانتيي، يعني حطيت الشانتيي والفلان البطاطا الفلان كاملة باردين، هاو لهنا يعني لا غلاس في الحليب بارد، ونحطوه نطلعوها عادي، شانتيي نحطوها تطلع هاو بالفلان، ذوقها هنا روعة هذا وحده ديجا يعني شانتيي وحدها تعتبر وصفة. نجيو للكريمة اللي أسهل منها ما كانش، نحطو كلش بارد في بارد. أنا حطيت شوية ملون في عصير الليمون، حبيتها تجي شوية صفرا يعني باه تكون عندي برك مصداقية في الوصفة. مغرف نشا، مغرف سكر، والبطاطا الفلان، نحطو كلش على بعضاه بارد في بارد. كمية الماء هي نفسها كمية عصير الليمون، كي ما تكونش عندنا عصير الليمون نقدروا نديروا المنكه عادي. هنا هاي كي طابوا الحبات اللي يحب يحمرهم، يحب يديرهم شوية هكا يجيو صفر برك، هام الحبات كيفاه وزنتهم ونحطهم عادي في ساشية هكا ونحطهم في كونجيلاتير راهم يصرالهم والو أي وقت، يقعدوا حتى 6 أشهر، من تسحقيهم تجبدين تلقاهم هما نفسهم وما يلصقوش الحبات في بعضاهم. بالنسبة للكريمة أنا هنا حطيتها على النار مع التحريك المستمر، على نار متوسطة وتكون واجدة. هنا هذا الكيس الحلواني اللي راح نخدموا به على الجهة اللي تكون مقد من تحت، تجي الجهة مايلة وجهة مستقيمة، احنا نحطه على الجهة المستقيمة تجي من تحت المهم، والجهة المايلة تجي من الفوق، ونقصوها بشكل مائل. ها هي اللي من القد واللي من الفوق نقصوها بشكل مائل، يعني شق صغير برك باش نتحصلوا هذيك المايل اللي حنخدموا به اللي كي نحطوا الشانتيي، ها هي بشكل مايل، زاوية صغيرة برك نقصوا الحرف تاعها، ونحطوا فيها هاي الكريمة هنا، ريحتها تهبل وذوقها يشهي روعة. البطاطا الفلان راني حطيتها كاملة يعني، هنايا مازالت سخونة من بعد تجمد أكتر. نجيبوا الحبة تاعنا، أنا خدمت هذا المول، طبعًا نستعملوا أي مول نحبوه نحطوه عادي، هنا أنا حطيت لوزي فيلي، كاوكاوي فيلي. كاوكاو العادي جدًا، كاوكاو فيليه، وحطيت المشماش كنت قصيته رقيق، ونعمّره بالكريمة، كريمة الليمون اللذيذ المنعشة تهبّل. طبعًا نتوما حطّوا في الكيس حلواني، ما ديروش المغرف تعذّب، ونملاو الحبّة مع الحرف قد، لكن نحطّوا من بعد الكريمة تجي ملاحة تجي عالية. أنا هنا كنت زاربة ونحط ونستعمل ونحط إعادة تدوير لل للكيس الحلواني. أنا هنا حطيت كريمة الشانتي حطيتها شوية بردت شوية في الفريجيدار و باش نخدم بها، باش نقدر نخدم بها. طريقة سهلة أسهل منها ما كانش للمبتدئات، نحطوا الحرف ونمشيو كيما قاعدين نشوفوا ذهابًا وإيابًا مع الحرف قد، باش تجي الخدمة يعني متحوفة وتجي الكعبة باهية وخدمة محترفين. وكأنها خدمة محترفين، وخلاص وتكون واجدة، يعني كل طبقة منها روعة، الكريمة وحدها رهيبة، العجينة تحفة، أما في الشانتيي ما وحدها حكاية. نقفل الحبات الكل اللي عندي، يعني حتى لو كانوا مدورين نمشيو بنفس أنا راني صورتهم بعد اتكلوا ما وصلوش ما خلاوهمليش للتصوير، ونتحصلوا على هاد النتيجة روعة. يعني في البنة، ومدة الصلاحية تاعهم يعني يبقاو ممكن أسبوع، ما يصرالهم يعني والو. إن شاء الله تجربوا يعني الوصفة وتعجبكم وشهية طيبة.